هذيك تراقب لي اياهم اذا لعبوا بوكس وان مان، ما يلعبوا مع حمدان وان مان. هذيك تشوف الفريق الثاني هل هو يلعب بوكس واحد مان ولا هذا المعلومات ذاك اليوم الصبح التدريب قاعدين كلام هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، من صالة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان في نادي الوحدة نحييكم، وقد انطلقت لقاء مباراة الوحدة والهلال السعودي، اللقاء الهام في خليج 14 اللي يحظى بحضور جماهيري كبير يتناسب واهمية هذا اللقاء الذي انطلق وسجل السعوديون. الفريق الهلالي سجل اول نقطتين في المباراة عن طريق اللاعب المحيميد محمد المحيميد، وهذه اول رميتين حرتين في المباراة. حمدان السعيد النحلة الوحداوية، والتشكيلة العنابية تضم حمدان وبرافو حمدان نقطتين، وعلوي ويوسف عيسى وحسن الزعابي وعبيد مفتاح. الوحدة يبدأ دفاع مان تو مان، وسرعان ما يتراجع الى الخلف، ونقطتين لفيصل او لفهد الحجري، و4-2. مباراة صعبة بين فريقين عملاقين. برافو يا حسن الزعابي. التشكيلة الهلالية تضم خالد السماري اغلى لاعب عربي مليون ريال، ومحمد طاهر وفهد الحجيري والمحيميد محمد، وهذا 14 يوسف العطيري كابتن الفريق. ومباراة هامة جدا. الهلال يدخل المباراة برصيد 4 نقاط من فوزين. الوحدة لعب مباراة واحدة فاز فيها على العربي القطري، وحكما اللقاء لارس كلارك من السويد وخالد بوفيصل من قطر. جمهور يحتشد ويملأ الصالة. هذا عبد الحميد ابراهيم المدرب الوحداوي، المدرب الوطني الوحيد في هذه البطولة. والحقيقة كان الله في عونه وفي عون النجوم اللي مسؤوليتهم كبيرة اليوم. الحقيقة الوحدة في حال فوزه ان شاء الله في هذه المباراة رايح يقوى امله في الفوز في البطولة. الفريق الهلالي ليس سهلا طبعا، والى الاوت 4-2. الهلال السعودي بطل الدوري السعودي في موسمي 90 و91. الوحدة بطل دوري وكأس الامارات وكأس الاتحاد في الموسم الماضي. والمباراة بين فريقين عملاقين. نسبة الطول قد تكون ارفع في الفريق الهلالي، وهذا اول خطأ شخصي على فريق الوحدة عبيد مفتاح، وهذا لارس يمثل الحركة، وطبعا هذا تقليد سلوي لكي يكون المسجل على دراية بنوع الخطأ. ومحاولة من بعيد، انما متابعة ممتازة الحقيقة من المحيميد محمد حمادي، ولاعب طويل الله حسن الزعابي. نقطتين و4-6. مباراة حلوة منذ البداية، انطلاقة جميلة وقوية للفريقين اللذين يضعان في اعتبارهما الفوز ولا شيء آخر. دفاع منطقة ومحاولة من محمد طاهر، وطبعا الأخطاء الشخصية قد تتراكم في هذه المباراة، لأن العمليات الدفاعية لا شك مركزة على بالنسبة لوجود نخبة من اللاعبين جيدين، فبالتالي الدفاع يكون مشتد وفرص الاحتكاك تكون أكثر، وبالتالي تتراكم الأخطاء الشخصية. ومنذ الدقيقتين الأوليين هناك 4 أخطاء شخصية. شوف التركيز على التحويل للمحيميد. أسفل السلة لاعب طوله حوالي 2 متر. نحلة الوحداوية احد الاوراق المهمة طبعا
الدفاع 1 باي 1 من العصيمي، وحلوه حلوه 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 علوي، حلوه علوي. 6-6 يلا يا اولاد يلا 6-6. وشوف الدفاع بطول الملعب، دفاع بريس ضاغط بطول الملعب. السماري خالد السماري، ايضا مهمه يوسف عيسى صعبه بالدفاع ضد هذا اللاعب اللي يجيد التصويب البعيد. شوف دفاع رميه ثلاثيه ناجحه، اول رميه ثلاثيه عن طريق هذا السماري اللي اشتراه نادي الهلال ب1,000,000 ريال. و9-6 ويوسف عيسى لا يقل شأوا. حلوه يوسف حلوه. 9-8 مباراة رفيعة المستوى منذ انطلاقتها الأولى، والفوز هو اللي سيضمن بقاء أي من الفريقين في صلب المنافسة. فيها مشي على عبيد مفتاح. والحكم الحمويدي الحقيقة له أسلوب لطيف في إدارة المباريات، يعني ليس دائما بالصافرة وليس دائما بالعين الحمراء. يعني العلاقة مع المدربين يجب أن تكون فعلا علاقة تربوية جميلة. برافو يعني دفاع طيب حقيقة. الصحافة أجمعت اليوم على أن الفريق الوحداوي لو ظهر بمستوى طبيعي رايح يكون الفوز أقرب إليه من حمد الوليد. برافو يا عبيد، حلوة يا أولاد يلا. 9-8 الآن هلال وحسن الزعابي. حقيقة جمهور رابطة مشجعين في نادي الوحدة أيضا موجودة وتؤازر الفريق. أيام جميلة وأيام سلوية حلوة. يلا يا عبد الله، لو اشتغل عبد الله أيضا رايح يكون. يلا يا عبيد. والله يا عبيد كان ممكن يا عبيد يا مفتاح اللي تحدد اتجاه البوصلة الوحداوية وناجحة من تركي. فريق الهلال سجل مرتين عن طريق الثلاث رميات ثلاثية. وعندنا عبد الله ابراهيم صاحب كأس الرمية الثلاثية في بطولة التعاون ما زال. ومحاولة دخول وقتال من علوي. 10-12 برافو يلا. عمليات في تنويع. والدفاع طبعا الدفاع راح يكون هو اللغة الدارجة وهي اللغة المعتمدة في هذه المباراة. الدفاع الأقوى سيكون أقرب في مشي عالم حميد، مشي بالكرة. 6 دقائق على بداية المباراة و12-10 لصالح فريق الهلال السعودي في هذه المباراة الهامة جدا. الهلاليون يدخلونها ب4 نقاط من فوزين على العربي وعلى المنامة، والوحدة يدخلها بنقطتين من فوز واحد ومن مباراة واحدة فقط على العربي القطري. عبد الله مبرمج طبعا على 3 رميات على الرميات الثلاثية، انما ما زال هذا النوع من الرميات مختفيا في الجانب الوحداوي. وهذه نقطتين عن طريق 7 عاكف علي والنتيجة 14-10. الحقيقة الفريق الهلالي صعب طبعا، ووجود نسبة عالية من اللاعبين الجيدين على مقعد البدلاء. إذا كان الدفاع سيلعب دورا فإن مقعد البدلاء سيلعب دور لا يقل أهمية. وهذا جانب من الجمهور الوحداوي بقيادة سبيت خبرة هو اللي يقود هذا الجمهور. وحمدان برافو يا حمدان اكل المدافع اكل محميد بمهارة عالية يدخل. وشوف الروح الرياضية العالية من محمد محميد اللي يعتذر لي طبعا لم يكن قاصدا، حركة نفسها عملية الفنت اللي حصل هو اللي خدع المدافع اللي كان حقيقة أداء مرتب وهذا هو المطلوب. يلا يا عبد الله مش معقولة هذه. عبد الله وحمدان دخول وتركي، خطأ شخصي على التركي. وأداء الوحداوي الحقيقة اليوم يقترب من الأداء اللي اطلقت عليه الصحافة. الفائز في هذه المباراة يحتاج الى دفاع قوي، يحتاج الى قطع غيار قوية، يحتاج الى جهد غير عادي يستمر 40 دقيقة ملعوبات.
شبهت ذلك الصحافة اليوم بالرجيم القاسي، يعني الفريق اللي رايح يفوز رايح مطلوب منه أن يمارس رجيما قاسيا. حمدان سعيد نحلة حلوة، معدل عال لحمدان، و12 إلى 14 الآن، والدفاع برافو. هذا من الدفاع نجح الآن، نجح هذا النوع من الدفاع. حمدان يحاول، لا يا حمدان قصيرة وما أكملت. يجب أن نبعد أيضا عن التسرع. التسرع رايح يكون طبعا نريدها خلطة من السرعة وليس من التسرع والسرعة. وهذا محمد طاهر صاحب اليد الطولة في أنواع الهجوم الخاطف، وهذا تركي متابعة جيدة فولو في الهجوم عن طريق تركي. 16-12 وإلى الأوت. الدفاع ضد محمد طاهر ناجح حتى الآن. هذا النوع من الدفاع الجيد، البريس الضاغط ضد اللي حدده ورسم بنوده المدرب الوطني عبد الحميد. هذا عبد الحميد كمن يلعب المباراة داخل خارج الملعب، وهذا شقيقه الأصغر عبد الله، هذا شقيقه عبد الله. لكن شوف الدفاع الضاغط ضد عبد الله على طول 1 باي 1. لا يوسف غير الموفق أبدا، يوسف عيسى أطلقت عليه الصحافة أيضا لقب الكمبيوتر من فرق إجازته عملية الدخول وعملية التصويبات الخارجية. والزميل أحمد ثاني الحقيقي يبلغنا عن حفل تركي الحقيقة. هذا مفاجأة، ورقة مفاجأة فعلا. عاكف ورقة عاكف أو فرقة عاكف للفنون السلوية. والزميل أحمد ثاني يبلغنا عن حفل تكريم يقام غدا في فندق الميريديان الساعة 10 مساء على شرف سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي تحت رعاية سموه. الحفل التكريمي على شرف الوفود، واللي راح يتم خلاله تبادل الهدايا والدروع التذكارية. وهذا حمدان ينجح في التصويب من الرمية الأولى، والنتيجة تصل الآن إلى 18-13. الهلال نفس أسلوب الفاست بريك وأسلوب الهجمات السريعة اللي يقودها اليوم بنجاح اللاعب عاكف، ونسبة عالية 100% لحمدان. 6 مرات سجل من الرميات الحرة، و8 دقائق ما زال طبعا ما زال الوقت طويل. و18 إلى 14 في كرة السلة الزمن شوف عبارة عن 40 دقيقة، إنما هذه الدقائق ال40 يجب أن تكون ملعوبة تماما، بدليل أن لقاء كاظمة والمنامة في اليوم الثاني لهذه البطولة امتد لنحو 2 ساعة. هذا محمد طاهر اللي يمارس ضد يوسف عيسى دفاع قوي جدا في محاولة لمنع هجوم الفاست بريك. يحتاج الوحدة ايضا الى دفاع قوي تحت السلة. شوف عمليات الريباوند كلها مرتين لصالح الهلال، وبالتالي محمد طاهر عملية الريباوند الدفاعي، والنسبة ما زالت ضعيفة في هذا النوع من الدفاع، وايضا غير ناجحة من حمدان. اقتحام من حمدان السعيد. 20 إلى 14 الآن بفضل الهجوم السريع وبفضل شوف عدم وجود متابعة قوية تحت السلة. نقطتين تسجلان ورمية إضافية، والهلال بدأ يفرض أسلوبه ويفرض سيطرته شبه التامة على المباراة. والنتيجة تصل إلى 22 مقابل 14، والوقت المستقبل الأول خلال هذا الشوط. حقيقة أداء أو بداية قوية من الوحدة، وإنما شيئا فشيئا هبط مستوى الريباوند، ومعظم الكرات المرتدة من السلة كانت من نصيب الهلال اللي سأحرز من خلالها نحو 8 نقاط في مقابل نسبة مرتفعة في الريباوند الدفاعي من قبل لاعبي الهلال. وطبعا فارق الأطوال أيضا يلعب دور في تطور هذه النسبة بالنسبة للفريق الهلالي. الوحدة الحقيقة واضح أن المدرب وزع مهام دفاعية محددة وفق أوراق استكشافية واضحة، إنما الأداء داخل الملعب هو مربط الفرس كما يقولون.
والرمية الإضافية لم تنجح، وهجمة وحدوية الآن. يوسف عيسى إلى علوي، حسن الزعابي، عبيد مفتاح يحاول أن يبحث عن ثغرة، وبرافو يا عبيد اللي دخل دخول من خرم الإبرة كما يقولون. و16 إلى 22 ودفاع بريس ضاغط، قوى هجومية موزعة، مراكز قوى متعددة في الهلال. وبرافو يا حمدان، حمدان السعيد، وعملية دخول رشيقة رشيقة رشيقة، يضرب الملعب كله. هذا حمدان سعيد النحلة الوحدوية اللي يؤدي مهارة وجملة حركية مركبة ومكتملة، وينجح في تسجيل هدف جميل تتراقص له الصالة كلها، والنتيجة 22-18. وفي خطأ شخصي على علوي. طبعا المهمة ايضا صعبة ضد المحيميد، الدفاع ضد هذا اللاعب المحيميد الذي يرتفع عن سطح الارض نحو مترين سيبدو صعبا. و24 الى 18 رميتين حرتين لمحيميد اللي كان في حالة تصويب. الهلال ارتكب 8 اخطاء شخصية في مقابل 5 اخطاء على الفريق الوحداوي، و1 باي 1 كانت، انما تابعها. شوف عملية الريباوند، هذه هي المشكلة الاساسية. كل الكرات المرتدة من الحلقة لا تجد دفاعا جيدا من المدافعين. وفي المحيميد ايضا خطأ، والحقيقة هذا اللاعب صاحب خلق رفيع الحقيقة، وعلى طول اول ما تنطلق صافرة ضده يرفع يده ويؤكد للحكم صحة قراره، وهذا طبعا شيء مطلوب. إلى 26. هذا عبيد مفتاح يسجل من الرمية الحرة الأولى. والآن الرمية الثانية، وأيضا شوف في حالة الهجوم الدفاع، الريباوند الدفاعي والهجومي كله لصالح الهلال، وربما كانت هذه أخطر نقطة ضعف موجودة في الأداء، ونأمل أن يتحسن هذا الجانب الدفاعي. محاولة، شوف ايضا عملية الريباوند، شوف كل الكرات المرتدة من الحلقة ومن اللوحة على طول في يد لاعبي الهلال، والنتيجة 28-19 الهلال. يا سلام، في وقتها يا عبد الله، الحائز على كأس الرمية الثلاثية الخليجية 3 نقاط تحسن النتيجة الى 22 مقابل 28، والاداء يكتسب كثير من يلا يا اولاد. حمدان سعيد، حمدان النحلة ياكل فيها المدافع ويحصل على خطأ شخصي. علي عيسى احمد يرتكب خطأ الشخصي ضد حمدان، و خطأ شخصي ورميتين 1 باي 1. لا والله 1 باي 1. يشترط ان يسجل اللاعب من الرمية الاولى، وبالتالي الرمية الاولى تحتاج الى تركيز شديد. 10 دقائق. شوف نجح حمدان في التسجيل من الرمية الحرة الاولى، و28-23. وينجح بالثاني. برافو يا حمدان. حقيقة ايضا الجمهور المثقف جدا، جمهور واعي وسلوي، يهدأ في حالة التصويب من الرميات الحرة. فعلا عايزة تحتاج الى تركيز. لو كان الجمهور غير واعي بهذه الانماط وهذه التقاليد السلوية لكان مارس التطبيل، وبالتالي كان افقد اللاعب التركيز. فيها عملية البقاء خارج الملعب لأكثر من 5 ثوان و9 دقائق و47 ثانية، والوحدة 24 الهلال 28. وممكن يا أولاد، ممكن جدا هذا الأداء الممتلئ قتالا مع شوية تحسين في بعض الأخطاء الشائعة، وأبرزها عملية الريباوند، الدفاع ضد الكرات الساقطة من السلة المرتدة. وحمدان شوف يواجه بمدافعين 2 دائما في ضغط قوي. عبد الله إبراهيم محاولة وقفها. وطبعا الآن الكرة، شوف الكرة وين، الكرة استقرت فوق، لكي تعود الملعب
ستعود عن طريق رمية قبس بين لاعبين اثنين. هذا هو القانون. عبيد مفتاح وبرناوي، برناوي وعبيد، والحكم يعيد الرمية لأن يشترط ألا يتم لمسها إلا في مرحلة الهبوط ويسيطر عليها برناوي. يلا يا حسن، كان ممكن حسن لو كان منتبه. وهذا اللاعب محمد طاهر اللي يجيد عملية الفاست بريك بإتقان شديد. يلا يا أولاد، بدت عمليات الدفاع ضد الكرات الساقطة تتحسن، وبالتالي الوحدة يحصل على عدة كرات. وحمدان الهجمة هذه يجب أن تكتمل. حمدان الظاهر مشى بالكرة، عملية الخطأ في قواعد اللعب الووك، ويفقد على أثرها الوحدة الكرة. و28 إلى 24. حكماء اللقاء كما أشرت السويدي لارس كلارك والقطري خالد مفيصل. 28 إلى 24، 9 دقائق على بداية أو يتبقى 9 دقائق أمامنا. ويلا يا أولاد، يلا كرة مقطوعة. وحمدان حمدان 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 حمدان، الله يا حمدان سعيد اللي يظهر بمستواه العالي اليوم. حمدان حقيقة لما يظهر بمستواه ويلعب بتركيز ويوظف قدراته العالية. 26 28 في خطأ شخصي على عبيد مفتاح. 26 28، الأداء يتحسن والنتيجة تتقارب. و8 دقائق وهو وقت طويل عموما على نهاية الشوط الأول، والنتيجة 28 إلى 26 لصالح الهلال. الوحدة عندما تحسن دفاعه بدأ الفريق يفرض هو الآخر أسلوبه، وبفضل اختراقات حمدان الرشيقة وبفضل الأسلوب الجماعي تضيع الرمية الأولى من فهد الحجيري. طبعا الجمهور يمارس نوع آخر من التشجيع لما تكون طبعا الرمية الحرة مع الفريق المنافس. 29 26 على كل. ممكن يا أولاد، ممكن. لا يا فتحي، كرة تنقطع من هذا اللاعب بالتحديد، وأول دانك في البطولة، أول دانك عن طريق عملية التصويب الساحق. كرة أيضا تنقطع بسهولة، وشوف هذا اللاعب لما تنقطع الكرات في خطأ على عبد الله إبراهيم. وفتحي يخرج بعد ما خسر الكرة هذه، يخرج فتحي صالح. 31 إلى 26، 8 دقائق وكرتين الحقيقة يخطفهم طاهر. محمد طاهر أخصائي خطف وسرقة الكرات، والسرقة هنا سرقة فنية مشروعة، وعملية إيقاف الفاست بريك اللي يجيده محمد طاهر هو أيضا أحد التكتيكات المهمة. ومحمد طاهر إذا يسجل 4 نقاط متتالية بفضل قدرة عجيبة على سرقة الكرات وتحويلها إلى هجمات مضادة، والنتيجة سرعانة ما تتسع. 32 26، وبرافو يا يوسف اللي يجبر برناوي على الوقوع في الخطأ الشخصي. اثنين 30 26، رياضة التكتيكات والثوان، وسرعان ما تتغير النتيجة وتتبدل بفضل، شوف كرة 1 باي 1، انما معدلات يوسف عيسى دائما ابدا غير متمشية مع امكانات هذا اللاعب. 32 26، محمد طاهر اخطر لاعب في فريق الهلال السعودي الحقيقة، اخطر لاعب، وعلوي يرتكب خطأ شخصي بعد ما وصلت الكرة للبرناوي، والاخطاء الشخصية تتراكم الان ايضا في الجانب الوحداوي، وصلت الى 8 اخطاء مقابل حوالي 10 اخطاء على الهلال. اللاعبون الاستثنائيون بالتحديد هؤلاء المطلوب منهم البقاء في الملعب نحو 40 دقيقة، عادة ما يتحاشون الوقوع في مثل هذه الأخطاء
او يحرصون على عدم زيادتها، لان الخروج ب5 اخطاء شخصيه سيفقد فريقهم عنصر مهم من عناصر الاداء. و34-26 يتسع الفارق. محمد اسحاق، عبد الله، هذه وقتها انما لا تنجح. ومتابعه جيده من علوي، انما على طول فهد الحجري الحجيري. والسماري المصنف اغرس لاعب عربي، معدلاته ابدا لا تظهر في هذه المباراه. لكن علوي، برافو يا علوي. عمليه الدفاع ضد الكره في الكرات المرتده، محاوله من خارج القوس ايضا غير ناجحه. شوف العمليات الهجوميه اللي تضيع بسرعه. لما الفريق الوحداوي يفقد شرط التفوق في عمليه الرميات الناجحه، ولما هذه النسبه من الرميات تتضاءل وتقل، تكون فرصه مواتيه للهلال لزياده رصيده. وبالتالي يجب هذا يوسف ايضا يحاول ايضا رميه للمره الثانيه غير ناجحه. للمره الثانيه يوسف عيسى يحاول التصويب من خارج القوس، وعبد الحميد طبعا قاعد يجرب كل الحلول. انما العمليه مرتبطه بالتوفيق ومرتبطه بزياده المعدلات في هذا النوع من التصويب الذي يحتاج الى كثير من التوفيق والتركيز. الفريق الهلالي هو الاخر تتسرب الهجمات من يديه في هذا التوقيت وهذه الفتره التي تبدو صعبه في المباراه. وحضور جماهير الحقيقه مشرف جدا. ليس في هناك في الصاله موطئ لقدم في هذه الصاله التي تعج بالجماهير، وقد حضرت لمساندة الفريق الوحداوي في هذه المباراة المهمة. كما أشرنا الهلال في الصدارة، الفريق الهلالي برصيد 4 نقاط من فوزين. الوحدة لعب مباراة واحدة فقط فاز فيها على العربي القطري، وفريق كاظمة الكويتي وهو بالمناسبة فريق موجود في المنافسة وفي صلب المنافسة، فاز هو الآخر في المباراة الوحيدة التي لعبها على العربي القطري. المنامة والعربي القطري هما الفريقان اللذان وجدا نفسيهما بعد المرحلة الثانية فحسب خارج المنافسة، بعد أن خسر كل منهما مباراتين. وبالتالي المنامة كل آماله تنحصر في المنافسة على المركز الثالث. العربي القطري هو الآخر يتطلع للهروب من المركز الأخير. وكرة السلة كما هو معروف رياضة مستويات، ليس فيها قانون الصدفة، لا يلعب دورا في هذه الرياضة القائمة على الأرقام والقائمة على المعدلات والنسب. يعود اللاعب الآن ونعيش دقيقة 14 من الشوط الأول. 26-34 لصالح الهلال. تقلص الفارق كثيرا ثم سرعان ما تسرع في الهجوم. شوف التسرع في الهجوم، وعلى طول اي تسرع في الهجوم يعني ان الكرة ستحل ضيفة في السلة بفضل السرعة الخارقة في التحول للهجوم عن طريق اللاعب محمد طاهر. 36-26 الان اكبر فارق يتحقق في الدقيقة 15. الفارق الاكبر التسرع في الهجوم، وايضا هبوط معدلات التسجيل. كل هذا يؤدي الى او ادى الى هذا الفارق. 36-26. وشوف برناوي تمريرة سحقة لمحمد اسحاق، انما ايضا الكرة تضيع. ووين محمد طاهر الذي لا يترك شاردة او واردة الا ويعطيها اي خطأ يتحول الى نقطتين عن طريق هذا اللاعب صاحب الاداء المرتفع. الفرق يتسع ويصل الى 40 مقابل 26 في الدقيقة 15 من الشوط الثاني. وهذا محمد طاهر
صاحب اليد الطولة واخفق في الرمية الاضافية. انما المحيميد ايضا شوف كل الكرات هلالية، كل الكرات المرتدة لصالح الهلال، الاطول والاكثر تعاملا مع الكرات المرتدة. اذا كان هناك من فضل في هذا التفوق الذي بلغ 14 نقطة، وهو اساسا يعود الى الريباوند الهلالي المرتفع، والى وجود لاعب اسمه محمد طاهر، ورقة هامة جدا ونقطتين للبرناوي. طبعا الكرة عندما لا يتم الدفاع ضدها في الدفاع تتحول الى رميات حرة، وهذه الرميات الحرة اشبه برميات الجزاء، اشبه بالبلنتيات. عبد الله ابراهيم 3 نقاط في وقته ايضا. عبد الله ابراهيم مرتين من خارج القوس، وهو الوحيد الذي سجل مرتين مقابل مرة واحدة لكل من السماري وتركي. سماري ابدا اغلى لاعب عربي غير ظاهر في المباراة، وهذا محمد طاهر اللي يقوم بعدة ادوار، اكثر من لاعب داخل الملعب، وكأنه اكثر من لاعب داخل الملعب ما شاء الله. هذا اللاعب محمد طاهر رقم 13، وسبق لهذا اللاعب هذا 13 الفوز بلقب افضل لاعب في مباراة فريقه امام فريق المنامة في خطأ شخصي 29-42. وهذا العصيمي رافع يدينا. العصيمي اكثر اللاعبين وقوعا في الاخطاء الشخصية حتى الان هما صاحبي الرقم 15 في الوحدة عبيد مفتاح، وفي الهلال تركي التركي. وهذا حمدان اللي ينجح في الرمية الاولى. حمدان سعيد قدم اداء طيب في البداية، لكن فترات الهبوط هي المشكلة الوحدوية. وحمدان اول مرة يضيع من الرميات الحرة، وقد سجل منها نحو 9 رميات ناجحة. 42-30. نلعب في الدقائق الاربعة الاخيرة من الشوط الاول، والمحيميد برافو. يلا يا حمدان. ممكن طبعا خلال ثوان تتغير النتيجة ويتحسن الفارق، وفي المحيميد المندفع دائما مندفع. المرة الثانية، والمحيميد ايضا الان دخل في نادي الاخطاء الشخصية 3، وبالتالي يسحب المدرب ويعود عاكف السعيد الى الملعب الان. وهذا المحيميد بعد ما ارتكب الخطأ الشخصي الثالث، وخروج هذا اللاعب يعني فرصة طيبة للوحدة، لانه يعني خروج لاعب مميز في حالتي الريباوند الهجومي والدفاعي. حسن الزعابي وقد نجح في الرمية الاولى. 42-31. والثانية تضيع، وعاكف السعيد يسيطر على الكرة ودفاع مان تو مان بطول الملعب، ويقع فتحي صالح في المحظور. خطأ شخصي. 42-31. 3 دقائق و20 ثانية. وطبعا الآن كل الأخطاء هذه تجازى برميتين، إنما يشترط التسجيل من الرمية الأولى، وإلا فقد الفريق حقه في الرمية الثانية. ينجح العصيمي الكابتن، وهو أقدم لاعبي الفريق الهلالي الذي لا يتجاوز عمره في الملاعب هذا الفريق ككل عن 6 سنوات. خلال 6 سنوات استطاع أن يفوز بالدوري مرتين في الدوري السعودي. 3 دقائق و20 ثانية. 44 الآن إلى 31 لصالح الهلال. عبد الله ابراهيم، حسن الزعابي. الأداء أو الرتم الأداء هبط أيضا، وعندما يهبط الرتم تكون الفرصة متاحة أكثر للفريق الهلالي. حسن الزعابي يبحث عن ثغرة، وبالتالي يصوب أي يعني عملية تخلص من الكرة حصلت عدة مرات من الفريق الوحداوي.
العملية تعدو تخلصا من الكرة. خرج ايضا فتحي وعاد للملعب. علوي شوف العصيمي فتح ثغرة كبيرة تحت السلة. عملية الرتم السريع والدفاع طبعا يلعب دور اساسي في هذا التراجع الوحداوي. هبوط مستوى الدفاع 46 الى 31 دقيقتين و20 ثانية. وعبد الله ابراهيم يواجه طبعا بدفاع قوي وتمرير الى عبيد مفتاح. يستلم عبيد 33 46. كما نقول دائما في كرة السلة يمكن للنتيجة ان تقترب خلال ثوان معدودات وقد تجد الفائز مهزوما خلال ثوان. كل هذا مرتبط بعملية في خطأ هجومي على اللاعب عاكف السعيد. حكم الدوري القطري بوفيصل. حقيقة خالد بوفيصل حكم جيد ويحاول طبعا ان ايضا يظهر كما يظهر زميله السويدي. وحلوة من حسن الزعابي. شوف النتيجة تقلصت الان 35 46. سرعان ما يمكن للنتيجة ان تتحول. العمل الدفاعي يلعب دور والعمل الهجومي المنظم والناجح. وشوف هذا سماري ويخفق في التصويب. وعبد الله ابراهيم عبد الله يا عبد الله ما كملت مع عبد الله ابراهيم. وعلى طول هجمة ناجحة للفريق الهلالي. تعود الهجمة. فريق الهلالي الحقيقة يجيد هذا برناوي. فريق الهلالي يجيد الفاست بريك. حاول الوحداويين ان يوقفوا هذا النوع مرارا وتكرارا لكن الفريق الهلالي الحقيقة يحفظ هذا النوع من الهجوم عن ظهر قلب. 35 إلى 48. كرات اللي تصل لعبيد مفتاح لها خطورة وتشكل خطورة كبيرة. عبيد مفتاح الحقيقة 37 48. 49 ثانية على نهاية الشوط الأول وما زال كلا الفريقين أيضا يلعب بدفاع منطقة. دفاع المنطقة التقليدي زون ديفنس. محاولة ناجحة جدا من العصيمي المتألق. العصيمي ثالث لاعب هلالي يسجل. وطبعا هذا النوع من الرميات يرفع الرصيد 51 الآن 37. وأيضا محاولة ومتابعة جيدة من علوي 51 39. في احتجاج وحداوي على اساس ان السماري مشى بالكرة. وعموما دفاع جيد من علوي. ويلا يا اولاد 10 ثوان. يا سلام عليك يا حمدان. يا سلام حقيقة يحرك الصالة كلها. اطرب الصالة حمدان سعيد. هذا حمدان الفنان. و51 إلى 41. الشوط الاول اذا ينتهي هلاليا بنتيجة 51 إلى 41 وهي نتيجة عموما طيبة ويمكن تعديلها في الشوط الثاني. واعزائي المشاهدين في دولة الامارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي استراحة قصيرة نعود بعدها لمتابعة الشوط الثاني. شكرا والى اللقاء. أعزائنا في دولة الإمارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي انطلق الآن الشوط الثاني وانطلاقة قوية لهذا الشوط. وحسن الزعابي يفتتح شهية الشوط الثاني بنقطتين. الشوط الأول انتهى لصالح الهلال 51 إلى 41. والآن طبعا نلعب 20 دقيقة
في منتهى الأهمية، ومحمد طاهر صاحب اليد الطولة في الفوز الهلالي بالشوط الأول يسجل أيضا نقطتين، و53 إلى 43. وبرافو من علوي أيضا، علي يسجل نقطتين، و53 إلى 45. ممكن جدا كما أشرنا في الشوط الأول أن تنقلب النتيجة والمباراة كما هو معلوم. الهلال يتصدر برصيد لما يشتغل هذا اللاعب السماري لما حقيقة لعب 20 دقيقة في الشوط الأول خالد السماري، وسجل الآن المرة الثانية بنظام الثلاث رميات. محمد طاهر هو الآخر لاعب صاحب رصيد كبير في الشوط الأول في المعدلات الدفاعية والهجومية، وحمدان اللي تألق في الشوط الأول، ومتابعة جيدة من عبيد مفتاح. حلوة، بداية قوية للشوط الثاني، والنتيجة تصل 56 إلى 47. بداية قوية للشوط، أول دقيقة ونص. وإحصائية الشوط الأول الحقيقة كانت مطابقة لتوقعاتنا حمدان سعيد الآن، حمدان ومساحة مفتوحة. برافو، حلوة حقيقة. كل اللعبات الجميلة اللي يعملها حمدان تطرب الصالة، والحقيقة لاعب فنان جدا هذا اللاعب حمدان الفنان سميناه. وفي الملاعب العربية أيضا في دورة الألعاب العربية في سوريا مؤخرا كان محط إشارة المراقبين. حميد 3 نقاط أيضا، أول مرة يسجل هذا اللاعب من هذا النوع من الرميات، وهذا النوع من الرميات 5 مرات الآن في الفريق الهلالي مقابل مرتين في الفريق الوحداوي. وهذه الرمية لها دور كبير في عملية تغيير النتيجة وزيادة عدد المعدلات الهجومية. إحصائية الشوط الأول كما رصدها الكمبيوتر، الهلال سجل 17 نقطة 17 مرة بنظام النقطتين من أصل 31 محاولة. في حالة الرميات الثلاثية كان في هناك 5 مرات من أصل 15 محاولة. وفي عملية 3 بوينت عملية الثلاث رميات كان في 3 مرات ناجحات من أصل 10. هجمة وحداوية 49 إلى 59 الآن. عبد الله إبراهيم، يا سلام يا عبد الله، يا سلام يا عبد الله يا إبراهيم. 3 مرات الآن عبد الله إبراهيم يتفوق على السماري. هذا عبد الله صاحب كأس الرمية الثلاثية الخليجية في بطولة منتخبات التعاون الأخيرة اللي أقيمت في الإمارات، و59 52. نقول دائما كرة السلة رياضة الثواني والتكتيكات. برافو يا حمدان، حلوة يا حمدان سعيد إلى عبد الله. يلا يا عبد الله، لو تكتمل ومحاولة وفيها خطأ شخصي، وفيها طبعا الآن عملية الرميتين الحرتين لما يرتفع الإيقاع ولما الأداء الدفاعي بالتحديد. الشوط الأول كشف بأن المعدل كما أشرنا بالعين المجردة في الشوط الأول، معدل الدفاعي كان 3 محاولات ناجحة في الدفاع في عملية الريباوند مقابل 11 في الهجوم، بينما كان هذا النوع من الدفاع المهم جدا ظهر 11 مرة في الهلال مقابل 17 مرة في الهجوم، وربما 11 مرة في الهجوم مقابل 17 مرة في الدفاع، مقارنة ب3 مرات فقط في الهجوم و11 مرة في الدفاع بالنسبة للفريق الوحدة. ربما كان هذا المعدل هو أكثر ترجمة والأكثر ترجمة للفارق اللي انتهى إليه الشوط الأول. إن شاء الله يتحسن هذا النوع من الدفاع وهذا النوع من المتابعات أو الريباوند الهجومي والدفاعي. والآن النتيجة تتقلص والفارق يتقلص إلى محاولة وريباوند. عملية الدفاع ضد الكرة في الدفاع وحمدان سعيد. يلا يا برافو حمدان يفضي. يا سلام يا سلام يا عبد الله ويا حمدان، يا سلام. الصالة كلها تطرب وعبد الله ابراهيم يسجل الآن 59 إلى 69 59 إلى 56 عفوا 59 الهلال 56 الوحدة في أول 4 دقائق. أقل فارق يتحقق في خطأ شخصي على حمدان يبدو لي.
اولاد، واكدنا منذ البدايه ان النتيجه ممكن ان تتغير وتتبدل في اي لحظه. وحصل الان بعد مرور 4 دقائق من بدايه الشوط الثاني الوحده 56 الهلال 59، والدفاع ضد الكره هذه مهم. في خطا على عبيد، وعبيد مفتاح الان اللاعب الوحيد اللي ارتكب 4 اخطاء شخصيه. طبعا 4 اخطاء شخصيه عبيد معناها انه مهدد بالخروج من الملعب بين فينة ولحظة واخرى. اكثر المباريات التي شهدت خروج لاعبين ب5 اخطاء شخصية مباراة كاظمة والمنامة، خرج 4 لاعبين من كاظمة. برافو حمدان، لو يفضل عبد الله ابراهيم، لو يفضل عبد الله، وحلوة طبعا غير راية. و58 حلوة يا اولاد، حلوة يا اولاد. 59 58 فارق نقطة واحدة، والجمهور الوحداوي يتفاعل. وفي الحكم خالد بن فيصل القطري يحتسب خطأ ضد علوي. علي وعلوي ايضا 3 اخطاء الان. وعبد الحميد طبعا يسحب يسحب عبيد مفتاح على اساس في محاولة للحفاظ عليه في الوقت المتبقي. 59 58 اقل فارق، وممكن جدا يا اولاد لو استمر. ولعصيمي الخطر اللاعب الممتلئ خبرة يدخل ويقتحم السلة. و61 الى 58 علوي والمحيميد هذا رابعة الاخطاء. وايضا محمد المحيميد الان 4 اخطاء شخصية في الهلال. اذا عبيد مفتاح 4، محمد المحيميد 4 اخطاء. وهذا اللاعب ايضا يسحبه المدرب ويدفع بعاكف علي بدلا عنه. خروج ايضا وارتكاب هذا اللاعب 4 اخطاء شخصية، يعني ان الثقل في الدفاع والهجوم رايح يخف. ومحاولة ومتابعة من محمد، انما تضيع الكرة وسط غابة الاذرع واستيقان. 61 الى 58 الدفاع ايضا يجب ان يشتد ضد السماري. انما خروج المحيميد طبعا رايح يقلل كثير من الفعالية الدفاع، فعالية الريباوند في الفريق الهلالي. خطأ، عملية مخالفة هجومية على اللاعب 8 البرناوي، مخالفة في الهجوم. والفريق الهلالي ارتكب 3 اخطاء في الشوط الاول مقابل او 5 اخطاء مقابل 3 اخطاء في عملية قواعد اللاعب. فقد الكرة من هذا اللون من المخالفات، ومحاولة انما غير ناجحة من الكمبيوتر، غير موفق. لم يتم اعداد وتجهيز طيب لعبد الله ابراهيم في عملية وايضا شوف فريق الهلال اذا ارتفعت نسبة الاخطاء الى 14 مرة. خسارة الكرة مثل هذا النوع من الاخطاء يرتفع في الجانب الهلالي الى حوالي 13 مرة مقابل 8 مرات على الوحدة. والنسب والمعدلات كما اشرنا اظهرت فارق كبير في عملية الريباوند. في الشوط الاول كان له ابلغ الاثر الوحدة في حالة الريباوند الهجومي، سجل 3 مرات مقابل 11 مرة للهلال. وفي الريباوند الدفاعي 11 للوحدة مقابل 17 للهلال. ربما كانت هذه ابرز المعدلات اللي اظهرت تفوق الهلال في الشوط الاول. انما الان مع تحسن هذا الجانب بدأ الوحدة بجح في تقليص الفارق، ودخول من محمد طاهر. الحقيقة هذا اللاعب من الصعب اكثر من لاعب في الملعب، اشبه ب3 لاعبين في الملعب. هذا اللاعب رقم 13 محمد طاهر يؤدي عدة وظائف. و63 58 عملية التحضير للهجمة. وعبد الله ابراهيم سلمت يداك، سلمت ذراعك يا عبد الله يا ابراهيم، هذه المرة بنقطتين. هذا عبد الله ابراهيم معدل ما شاء الله، وصاحب الكأس الرمية الثلاثية في بطولة التعاون للمنتخبات في دبي. 60 الى 63 الان بعد مرور حوالي 7 دقائق. ممكن جدا. وحمدان سعيد، حمدان
لو يحضر لعبد الله، وعبد الله الله خطأ شخصي عبد الله ابراهيم في محاولة جريئة لاقتحام السلة، والحقيقة تعاون وطيد واسيست ممتاز من حمدان على طول، وتعاون وصلة وارتباط وثيقين بين حمدان وعبد الله ابراهيم يسفر عن نجاح. شوف هذا عبد الله ابراهيم وهذا حمدان، لما التعاون يكون امثل بين هذين اللاعبين كورقتين تكتيكيتين في منتهى الاهمية ومنتهى المهارة الهجومية، تبرز المعدلات. وعبد الله يسجل 63 الان الى 61. طبعا كل الصالة على اعصابها والمدربين. وعبد الله ابراهيم 63 الان الشوط الاول. اذا يلا يا سلام، حلوة عملية سرقة كرة، ولأول مرة الوحدة يتقدم 64-63. لأول مرة الوحدة 64-63 في الدقيقة الثامنة، دقيقة 8 تشهد أول تقدم. شوف 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 الجمهور الوحداوي بقيادة سبيت خبرة. 64 الوحدة 63 الهلال السعودي، دقيقة 8 من الشوط الثاني. شوف النتيجة واضحة وبرافو. يلا يا اولاد، حمدان سعيد، حمدان سعيد، حمدان في خطأ شخصي. حلوة يا اولاد، حلوة لما المعدلات تظهر، ولما حمدان سعيد يتألق، ولما الفريق الوحداوي يستظهر كامل امكاناته الحقيقية. شايفين كل الجمهور الحقيقة، كل الصالة تتراقص، والصالة تحولت. يا سلام، حقيقة منظر جميل، والجمهور الكبير اللي يحضر اليوم يتفاعل تماما مع الاداء الوحداوي. وهذا خالد السماري اللي سجل مرتين فقط من خارج القوس، هذا اللاعب اللي يعتبر اغلى لاعب عربي بعد ان دفع فيه الهلال مليون ريال، حوالي ربع مليون دولار. والدفاع القوي ضد هذا اللاعب، وايضا الدفاع القوي ضد محمد طاهر للتقليل من خطورة محمد طاهر، لان محمد طاهر شبهنا بلاعبين في الملعب. والحقيقة روح واصرار من نجوم الوحدة والكابتن عبد الحميد، وكان الله في العون. الحقيقة كان الله في العون، اصرار ممتاز من هذا الفريق اللي اجمعت الصحافة ان الاداء لو ظهر الاداء الوحدوي على حقيقته، ولو مارس الفريق رجيما قاسيا، بمعنى انه سخر كل امكاناته وبذل جهد خرافي في الملعب، رايح يكون ان شاء الله الفوز في نصيبه. و65-63 الان الوحدة يتقدم 8 دقائق. وايضا سلمت يداك يا حمدان، سلمت يداك يا حمدان. حلوة يا اولاد، 66 63 الوحدة ودفاع دفاع طول الملعب. طبعا ايضا 3 مرات يخطئ عملية الاخطاء، اخطاء فقد الكرة، خسارة الكرة بسبب اخطاء مهارية. عملية المشي بالكرة تكرر 3 مرات، وبالتالي طبعا هذا ناتج عن توتر اللاعبين وتسرع لاعبي الهلال. والان الوحدة فتحي، يا سلام يا فتحي، 68. حلوة يا اولاد، 68-63. الفريق الوحداوي يفرض سيطرته الان، وكما اشرنا منذ البدء في الشوط الاول اكدنا الفريق لو استظهر كل امكاناته قادر ان يفرض ايقاعه على المباراة. وشوف الدفاع المنوع، شوف، والفريق الهلالي اللي توقف عن التسجيل فترة طويلة الان فهد، وفي خطأ على علوي، في خطأ على علوي، وعلوي كان يريدها خطأ هجوميا. تسع دقائق والوحدة 68، الهلال 63. وعلوي ايضا 4 اخطاء شخصية، علوي ايضا 4 اخطاء. اذا هناك 3 لاعبين ب3 اخطاء شخصية، حميد ومفتاح وعلوي. الرمية الاولى طبعا هذا فهد الحجيري، طبعا
متوتر والجمهور، وحلوة حلوة حلوة يا اولاد، حلوة الجمهور، حلوة الجمهور، قادر عن طريق وعيه وثقافته السلوية ان يتعامل مع الرميات الحرة، كيف ينصت يمارس الصمت اثناء الرميات الحرة الخاصة بالوحدة، وقادر ان يزعج التصورات الخططية للهلال في حالة الرميات الهلالية. وشوف الهلال ابدا هبطت مستوياته او معدلاته الهجومية، وصام الهلاليون عن التسجيل حوالي 5 دقائق حتى الان، وفي مقابل اداء ما شاء الله وحداوي يسترد فعاليته ويسترد عافيته وصحته، واداء منظم. نلعب على 30 ثانية وتحتاج الى توفيق ايضا. فتحي يا سلام يا فتحي، كان ممكن. وعبيد حسن السعابي المقاتل والمحارب القديم، عبد الله الله يا عبد الله، الله يا عبد الله، الله يا عبد الله، 5 مرات 71 63 71 63 10 دقائق والوحدة 71 الهلال 63 ودخول من محمد طاهر. قلت لكم هذا محمد طاهر اشبه بلاعبين داخل الملعب. 10 دقائق والوحدة 71 الهلال 65 وعبد الله ابراهيم ما شاء الله 5 مرات من خارج القوس، 5 مرات في مقابل مرتين فقط للسماري الاغلى عربيا. 71 65 الوحدة يتبع الهجوم المنظم. يا حمدان الكرة هذه كان ممكن ما تنقطع، وهجمة هلالية وسريعة، والفاست بريك الهلالي لما يوقف طبعا يفقد الفريق كثير من فعاليته. التركي اللي سجل هذه الهجمة الفاست بريك. حقيقة الوحدة قدر انه يوقف سيل الهجمات السريعة المضادة عن طريق اطالة عمر الهجمة لما نلعب على 30 ثانية، والنتيجة كانت الترجمة الحرفية دائما تقدم وتفوق وحداوي خلال 4 دقائق. انقلبت كل الاوراق، وهذا وقت مستقطع طبعا. يطلب مدرب الهلال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوقت، وقد انتصف الآن الشوط الثاني وأمامنا 10 دقائق في منتهى الصعوبة لا شك، إنما خلال 4 دقائق فعلا استطاع الوحداويون بدءا من الدقيقة 3 حتى الدقيقة 8 أو من 3 حتى 10 خلال هاي 7 دقائق انقلبت الأوراق واختلطت الأوراق، والوحدة يتقدم بنتيجة 64 63 ثم 68 63 وأخيرا 71 63. الآن النتيجة شايفين 71 إلى 67. والأداء في الجانب الوحدوي يجب في الهجوم أن يعتمد على إطالة عمر الهجمة وعدم التسرع في إنهاء الهجمات. 9 دقائق و40 ثانية، والحقيقة وقت طويل على بلغة كرة السلة، لأن هذه ال10 دقائق قد تمتد إلى نصف ساعة. ممكن عملية الظهور لبعض وعملية إطالة الهجمة. صح 5 ثواني المفروض يصوب يا عيسى. صح يا سلام. في نهاية 30 ثانية يوسف عيسى يظهر أخيرا. 73 67 لما يظهر يوسف في نهاية 30 ثانية، وهذا الصح. لما قلنا الفريق يجب أن يلعب على 30 ثانية فعلا عملية إطالة عمر الهجمات. والمحيمين يدفع به المدرب من جديد. المحيمين هذا 4 أخطاء شخصية ممكن أن يظهر في أي لحظة أخرى، ولو ركز الوحدة على إخراج هذا اللاعب رايح يكون فتحي. محاولة هجومية من خارج القوس، محاولة تصويب. 73 69 الوحدة، والفريق الهلالي يفقد كثير من فعاليته ومن خطورته، ونأمل أن يستمر هذا الدفاع الجيد لمحمد. محمد طاهر برافو. محمد طاهر شوف محمد طاهر حقيقة كما أشرت أكثر من لاعبين داخل لاعب واحد، يؤدي وظائف كثيرة ولاعب صح لياقة بدنية عالية. 71 الآن 73 تقلص الفارق بعد ما كان الفارق اتسع إلى 8 نقاط لصالح الوحدة. الآن أصبح 2 نقطة. وعبيد فيها دخول، فيها يبدو خطأ هجوميا، وخلاص عبيد مفتاح يخرج
خلاص عبيد مفتاح يترك الملعب بسبب خطأ هجومي. 5 أخطاء كما أشرت. عبيد مفتاح وعندك أيضا المحيميد في الجانب الهلالي وعلوي علي أيضا مهددون بين لحظة وأخرى، وعبيد مفتاح يخرج بالخطأ الشخص الخامس في وقت بعد 12 دقيقة يخرج عبيد مفتاح ب5 أخطاء شخصية، وبالتالي يفقد الوحدة ورقة هامة. إنما البركة في الموجودين والبركة في مقعد البدلاء. والحقيقة مباراة لخبط مثيرة جدا وفيها تحولات وفيها مشي. ايضا عملية الاخطاء اللي يرتكبها لاعبو الهلال اخطاء قواعد اللعب. والحقيقة الحكم القطري خالد بو فيصل حكم جريء، الحقيقة حكم جريء. اذا كان الحكم السويدي ممتلئ خبرة وممتلئ مهارة، فان هذا الحكم بو فيصل ممتلئ هو الاخر جرأة في اتخاذ القرار ورؤية جيدة. وفي احتجاج يبدو لي على من محمد طاهر، انما على طول محمد طاهر الذي عادة ما لا يحتج يعني الحقيقة محمد طاهر. ورقم 10 الان فهد الحجري ايضا دخل نادي الاخطاء الشخصية الاربعة. 7 دقائق و30 ثانية ربما كانت الاصعب والاهم في هذه البطولة في خليجي 14 المقامة في نادي الوحدة. وعلوي ينجح في الرمية الأولى والرمية الثانية حلوة يا أولاد. 75 71 الآن. وطبعا وجود أو ارتكاب المحيميد بالتحديد وفهد 4 أخطاء شخصية يحد كثيرا من فعاليتهم في الدفاع، وهذا هو المطلوب استثماره الآن. وهذا فهد الحجري اللي يتلقى الكرة تحت السلة ويسجل. 75 73 فارق اتسع إلى 8 نقاط. 71 63 لصالح الوحدة. لكن كرة السلة رياضة ممكن أن تتحول فيها النتيجة في أي لحظة. شفنا بدءا من الدقيقة 3 حتى الدقيقة 10 الوحدة قلب الأوراق واستطاع أن يقلب النتيجة لصالحه. الآن أيضا تغيير وجود. شوف في آخر يلعب الوحدة طبعا على 30 ثانية، ودائما في آخر لحظة يجب أن يصوب وإلا فقد الكرة. عملية إطالة عمر الهجمات وهو تكتيك صحيح عموما. فهد هذا السماري اللي لم يظهر سوى مرتين، والسماري لما يشتغل السماري صاحب يد حساسة جدا على السلة. والآن 75 التعادل بعد مرور 14 دقيقة على الشوط الثاني. 75 التعادل بين الوحدة والهلال. لقاء صعب وهام جدا، منعطف خطير ومفترق طرق في خليجي 14. وكرة قفز مشتركة بين فتحي والمحيميد. التعادل 75 والحقيقة معظم المعدلات الآن تحسنت في الجانب الوحداوي، وبالتالي مقارنة بالشوط الأول هناك فرق كبير في المعدلات، إن كانت في عملية الريباوند أو عمليات المساعدة في التسجيل أو عملية سرقة الكرات والوقوع في المحظور، وقوع في الأخطاء. أيضا التكتيك نفسه تحسن. وهجمة مضادة مع برافو يا حمدان، حلوة يا حمدان، صاحب اللمسة السحرية، صاحب الأداء الرشيق. والآن طبعا مركز صناعة اللعب يتناوبه يوسف. الله يا يوسف، بدأ يظهر ابو يعقوب. الكمبيوتر اشتغل بعد فترة توقف طويلة. الكمبيوتر الوحداوي لما يسترد فعاليته الكبيرة يسجل مرتين من في نهاية الهجمات. طاهر محمد طاهر صعب جدا الحقيقة. اخفقت معاه لاعب ما له حل ما له علاج. لاعب يمسك بايده كثير من الحلول ولاعب صاحب حاسة سادسة. علوي
الله يا علوي، الله يا علوي، الله يا علوي، الله يا علوي. الحقيقة لاعب مقاتل علوي، هذا اللاعب الحقيقة ممتلئ إخلاصا وممتلئ وفاء. وأمس كنا في مهرجان الوفاء سالم خليفة، وتحتاج إلى دفاع جيد. هذه الكرة الحكم كاد أن يسقط خرطف في حمدان. 79-77 وفي خطأ شخصي. فتحي صالح مرتين خطأين شخصيين، وفي رميتين حرتين طبعا لفهد الحجيري. فهد اللي يلعب ايضا، فهد الحجيري ايضا 4 اخطاء شخصيه. هذا فهد 1 باي 1، وطبعا اخفق في الرميه. الجمهور ايضا له دور. وحمدان اللي يلعب وفق رتم، هو المتمشي تماما مع طبيعه المباراه. وعلوي مقاتل. شوف يا علوي، الله يا علوي، الله يا علوي. 81 شوف 77. الله يا علوي، حقيقة علوي يظهر في الوقت المناسب هو ويوسف عيسى، وينجح هذان اللاعبان في تحويل مسار النتيجة. 81-77. والله مباراتك يا الوحدة. 81-77. خلي بالك من السماري، والحمد لله عدت على خير. وحمدان 4 دقائق، اصعب 4 دقائق ربما في البطولة. وغدا طبعا ايضا مباراة صعبة الوحدة مع كاظم الكويتي. 4 دقائق. فتحي صح يا فتحي، هدي الكرة والعب على نار هادئة، واطالة عمر الهجمة لسه ما زال فيه. يلا يا فتحي، الله يا سلام. حلوة من فتحي الى علوي اللي يظهر في الوقت المناسب. وعلوي يحتسب ضد الحكم الظاهر خطأ هجومي بعد ما سجل. الرمية فعلا بعد ما سجل احتسب عليه خطأ هجومي. علوي ايضا في اخر 53 بخطأ هجومي. طبعا تحتسب النقطتين محتسبتين، و83 الى 77. لكن علوي يخرج ب5 اخطاء شخصية، واذا الوحدة يخسر عبيد مفتاح، والان يخسر علوي في اخر 4 دقائق. وطبعا ورقتين في غاية الاهمية يخسرهم في هذا الوقت الفريق الوحداوي. حقيقة خالد ابو فيصل يعني قرارات صعبة جدا من هذا الحكم في ظل السويدي. الحقيقة شايفين الحكم السويدي لارس ابدا يتخذ الحياد، جانب الحياد في التصفير. طبعا احتسبت النقطتين، ولان كان في خطأ هجوم من علوي احتسبت برميتين 1 باي 1، والسماري احرز من الاولى واحرز من الثانية. و83 الى 79. وممكن يا اولاد معلش، وخطأ على العصيمي. بو فيصل يحتسب خطأ على الكابتن يوسف العصيمي رقم 14. انما يوسف العصيمي 3 اخطاء شخصية، والكرة حيازة للوحدة. 3 دقائق و45. ولو لعبنا ايضا بنفس التكتيك، لو واصل نفس التكتيك الوحداوي، تكتيك 30 ثانية رايح يؤتي اكله ان شاء الله. 3 دقائق ونص. 79 الهلال، 83 الوحدة. يوسف عيسى والعزم مستمر. وحمدان يا حمدان كان ممكن حقيقة كرة رايحة صح، لكن الحلقة هي اللي رفضت. و3 دقائق و20 ثانية. 83-79. خلي بالك من طاهر، وهذا تركي وينجح. حقيقة كان ممكن تسجل من الكرة اللي فاتت، لكن هاردلك بادلك في الكرة. 81-83. الان يتخلص الفارق الى 81 مقابل 83 لصالح الوحدة. 3 دقائق اخيرة، 3 دقائق. مباراة هامة جدا ومنعطف. لو الوحدة فاز ان شاء الله راح يكون الرصيد يرتفع الى 5 نقاط او 4 نقاط من فوزين. الفريق الهلالي رايح يبقى رصيده 5 نقاط من فوزين وخسارة. طبعا ما في هناك تعادل في كرة السلة. لو حد سأل عن التعادل، ما في هناك تعادل. لو تعادل الفريقان راح يلعبان وقت اضافي 5 دقائق، ولو استمر التعادل ايضا 5 دقائق، وهكذا حتى صباح اليوم التالي. وتمريرة غير صحيحة من
الكمبيوتر في وقت صعب خطأ فقد الكرة بهذه الطريقة. دقيقتين و40 ثانية والفريق الهلالي يستحوذ على الكرة بفضل هذه المخالفة السهلة جدا. دقيقتين ونص عموما والوحدة يعتمد. برافو يلا يا محمد اسحاق. محمد اسحاق اللي طبعا الان هو اطول لاعب في الفريق الوحداوي، اطول لاعب محمد اسحاق. وفي خطأ شخصي على العصيمي يبدو لي، وحمدان بعد ما اخترق برشاقه. وحمدان اليوم الحقيقه يلعب، هو الحقيقه كل الفرقه الوحداويه اليوم تظهر بامكاناتها الحقيقيه. فريق الوحداوي اليوم وفي ظل خروج عبيد مفتاح وعلوي، الان اللاعب الطويل الوحيد اطول لاعب هو محمد اسحاق، وهو لاعب الحقيقه من اللاعبين الصاعدين. والبركه ان شاء الله في الشباب. وحمدان سعيد على الرميه الحره الان. حمدان الفنان ينجح في الاولى 84-81. دقيقتين و20 ثانية. معلش ما نجح في الثانية. انما برافو يا فتحي، برافو يا فتحي، برافو يا فتحي اللي تابع الكرة هذه صح، وبالتالي فرصة ممتازة. برافو يا فتحي. حقيقة كل الاداء كل اللعيبة الحقيقة كلهم ما قصروا، وان شاء الله يكتمل العزم. 84-81 الوحدة. وعبد الله شوف برافو الحقيقة تكتيك 30 ثانية يمضي قدما وبرافو. حلوة 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 يا فتحي، حلوة يا فتحي، حلوة الحقيقة. فتحي الفنان، فتحي ايضا فنان، كلهم فنانين الحقيقة، كل الشباب كل اللعيبة كل الفريق الوحداوي الحقيقة يعزف لحن شجي. والعصيمي يظهر العصيمي في وقت صعب ب3 نقاط. يوسف العصيمي مرتين من خارج القوس، انما الحقيقه فتحي بذل فيها جهد كبير في الدفاع وعمليه استحواذ على الكره، ثم ريباوند ممتاز من فتحي. انما عمليه التوفيق طبعا لصاحب رماة او القناصين من خارج القوس، هذه طبعا مهاره عاليه للاعب. ويوسف العصيمي فعلا يعدل النتيجه الى 86 مقابل 84. حقيقة مباراة صعبة جدا، وكان الله فعلا في عون المدربين. وانا شايف عبد الحميد وشايف فعلا كل الصالة تترقب. و86-84 دقيقة و20 ثانية، دقيقة ونص، ونحتاج الى رمية ثلاثية ناجحة. والله الرمية الثلاثية الان من يد عبد الله ابراهيم رايح يكون لها وقع السحر. و15 ثانية على الهجمة هذه باعتبار ان الهجمة 30 ثانية، ويحاول الوحداويون ان يلعبوا وفق 30 ثانية، لكن فتحي يفقد كرة في لحظة في فترة مهمة. وطبعا طبعا يضطر عبد الله ابراهيم الى الدفاع وارتكاب خطأ ضد محمد طاهر المنفرد. اذا اخر دقيقة و7 ثوان. خطأ فقد كرة من فتحي اللي الحقيقة ما قصر في كرتين. الله معلش هاردك خرجت برا، فعلا خرجت برا. دقيقة و5 ثواني لأن اللاعب وضع رجله خارج خط الحد النهائي. دقيقة 86-84 وخلي بالك من المحميد. امسكها يا محمد في خطأ شخصي. الله على المحميد. والمحميد اخر 56 ثانية. المحميد يخرج 5 فاول بعد ما خرج علوي وخرج مفتاح. الان الدور على المحميد اللي كان ال5 فاول يطارده منذ الشوط الاول، يخرج في اخر 56 ثانية. وبالتالي طبعا خروج هذا اللاعب يعني ان الفريق الوحداوي امام ان شاء الله فرصة كويسة، والفريق الهلالي يفقد لاعب وورقة مهمة جدا في الدفاع والهجوم. والحقيقة كما اشرت ايضا الحكم الدولي القطري فيصل خالد بو فيصل حقيقة جريء جدا في قراراته، هو اللي اخرج ال3 لاعبين ب5 فاول. وبرافو يا حمدان، برافو يا حمدان، برافو يا حمدان، برافو الحقيقة النحلة تستحق احسن لاعب اليوم. و56 ثانية
56 وحلوه 56 ثانيه و84 88 84 88. وجاءني الان من اللجنه الفنيه ان اللجنه الفنيه نصبت حمدان سعيد كاحسن لاعب في المباراه. يستاهل وان شاء الله تكمل. وفي خطا على حمدان، طبعا في خطا شخصي على حمدان سعيد، والظاهر محمد طاهر عصب. و 88 84 40 ثانيه، اصعب 40 ثانيه في البطوله، اصعب 40 ثانيه في البطوله. في رميتين حرتين محمد طاهر. والجمهور كله طبعا يصدر صفيرا ضد الرميه ال1 باي 1، انما ينجح في ال1 باي 1 باعتبار ان هذه الرميه هي اللي تجدد الرميه الاخرى. و88 85 40 ثانيه 40 ثانيه. ويسجل محمد طاهر اللاعب اللي يحمل بداخله لاعب اخر حقيقه اكثر من لاعبين في الملعب. و88 84 الوحده 88 الهلال 86 نص دقيقه خلاص. لو لعب الوحده صح النص دقيقه هذه لعبها صح ولعب على 30 ثانيه رايح يكون ان شاء الله الفوز. و88 86 20 ثانيه. طبعا باقي 9 ثواني على الهجمه هذه، يجب ان تنتهي على خير. وحمدان وعيسى يوسف، الله يا يوسف لو الكره هذه كملت. ويحتسب الحكم خطا 1 باي 1 ايضا على فتحي. 10 ثواني 88 86 اخر 10 ثوان والهجمه طبعا تضيع. كان ممكن الهجمه هذه لو كملت، لكن اعصاب الحقيقه اعصاب كان الله في عون اللاعبين. اخر 36 ثانيه كان فيها طبعا اعصاب مشدوده، ومن الصعب على اللاعب ان يتحكم في اعصابه. اذا كان كل من في الصاله قد فقد اعصابه فكيف الحال باللاعبين؟ عموما 88 86 10 ثوان، وفي رميتين 1 باي 1 لصالح الفريق الوحدوي. في ال10 ثواني هذه ممكن يحصل كل شيء، ممكن كل شيء يحصل. وكما اشرنا طبعا ليس هناك تعادل في كرة السلة، لو في تعادل راح يكون في 5 دقائق وقت اضافي، وهكذا حتى صباح اليوم التالي وحتى يكسر التعادل. عموما ال1 باي 1 هذه عملية الرميتين الحرتين يشترط في التسجيل الاولى. لو راح نشوف على العموم لن نستبق الاحداث. وتركي والجمهور عاكف هو اللي على الرمية الحرة، عاكف علي. وعاكف ويسجل. تحتاج الى اعصاب حديدية طبعا. 87 88 سجل من الحرة الاولى ومن الثانية. و88 88 من رمية حرة، رميتين حرتين. والعصيمي الى الاوت. و9 ثوان، وطبعا يطلب وقت مستقطع. عبد الحميد يطلب وقت مستقطع في وقت صح 100% في اخر 9 ثواني وقت مستقطع يطلبه عبد الحميد ابراهيم. والنتيجة تعادل 88 88 برميتين حرتين للفريق الهلالي. الان طبعا ال9 ثواني هذه هي اللي رايح تلعب دور اساسي، وفي خلط عملية تحديد الرؤية والملامح النهائية للمباراة. لو استثمر الوحدويون هذه ال9 ثوان بشكل جيد رايح يكون ان شاء الله الفوز من نصيبهم. لو انتهت المباراة بالتعادل رايح يكون في وقت اضافي 5 دقائق، وهذا الوقت يتكرر حتى ينكسر او يكسر التعادل. لكن ال9 ثواني هذه ممكن يحصل فيها كل شيء. في ما زال تاريخ كرة السلة الحقيقة يذكر يتذكر دائما الثانية الأخيرة في لقاء أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا، عندما حولت تلك الثانية الأخيرة النتيجة لصالح الروس. وحمدان لو فيها 1 باي 1 هذه بتكون حلوة طبعا. وعبد الله الله يا عبد الله 3 رميات. عبد الله ابراهيم
رمية ثلاثية، رمية ثلاثية ناجحة 91 88. غير معقول، غير معقول طبعا. عبد الله ابراهيم رمية العمر، رمية العمر، رمية العمر، رمية العمر، صاحب كأس الرمية الثلاثية الخليجية 91 إلى 88 بوينت في آخر الزفير الأخير من المباراة. قلت لكم ممكن يحصل فيها كل شيء، قلت لكم ممكن يحصل فيها كل شيء، وفعلا كما حصل في لقاء أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا تتكرر اليوم في آخر جزء من الثانية. عبد الله ابراهيم سلمت يداك يا عبد الله، سلمت يداك يا عبد الله ابراهيم، اللي استطاع الحقيقة صاحب 6 رميات ثلاثية اغلاها هذه الرمية الناجحة 91 الوحدة 88. الفريق الهلالي الف مبروك لكرة السلة الاماراتية وليس الوحدوية فقط، وقد كسبت واضافت انجاز. شوف دموع الفرح. حقيقة الفريق الوحداوي خسر لاعبين علوي وعبيد مفتاح، لكن الحقيقة بركة في الشباب. شوف عبد الله ابراهيم، سلمت يداك يا عبد الله وسلمت ايدي هؤلاء الفتية الموهوبين. وشوف عبد الله طبعا يعني الحقيقة مو معقول في الزفير الاخير من المباراة لخبط كل الاوراق وسجل اغلى 3 رميات في عمر هذا اللاعب الصاعد بسرعة الصاروخ، وسجل انجاز جديد لكرة السلة الاماراتية بعد ما فازت بطولة التعاون للمنتخبات. اليوم الوحدة يفوز على فريق الحقيقة عريق، الفريق الهلالي. هارلك طبعا نقولها للفريق الهلالي، ومبروك للوحدة. والحقيقة طبعا هذا الفوز رايح، هذا حمدان اللي فاز بلقب احسن لاعب في هذه المباراة، وابو حمود القطب الوحداوي طبعا يهنئ هذا اللاعب. شكرا للكل الحقيقة، لكل الجماهير، للاعبين، للمدربين. مبروك ايضا للمدرب الوطني عبد الحميد ابراهيم اللي استطاع ان يتفوق على جهاز تدريبي كله مكون من المدربين القادمين من الولايات المتحدة. مبروك للجمهور وللإدارة الوحداوية وعلى رأس سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان راعي هذه البطولة. وتحية الحقيقة وفرح الحقيقة، يوم فرح. مبروك لهذا الجمهور العظيم الحقيقة، ومبروك لحمدان النحلة اللي اثبتت اليوم وافرزت عسلا. سبق ان صرح لنا في الصحافة ان البطولة هذه ستظهر حمدان سعيد الحقيقي، وهذا اللي حصل اليوم. الف مبروك للوحدة، كل الوحداويين، ومبروك لكرة السلة الاماراتية. والان الوحدة 4 نقاط يتصدر البطولة، في مقابل ايضا الهلال طبعا اول خسارة اصبح 5 نقاط لكن من خسارة. والوحدة راح يلعب مع كاظمة غدا مباراة مهمة جدا ايضا، وان شاء الله الامور والسفينة الوحداوية ستمضي قدما في عباب هذه البطولة الناجحة. واعزائي المشاهدين هذه تحية. حمدان سعيد يتلقى شيكا ب 500 درهم مقدمة من بنك ابو ظبي التجاري تقديرا لهذا اللاعب الكبير، هذا اللاعب الكبير اللي حقق هو وزملائه هذا الفوز الكبير. واعزائنا تحية. رحمة الله وبركاته.